خلينا نبدأ من الأساس. قبل أي حاجة اسمها data analysis أو data science لازم يكون في حاجة اسمها data. إيه هي الداتا؟ الداتا هي المادة الخام لأي حاجة ولأي مجال. من غير داتا ولا في analysis ولا في science ولا في ذكاء اصطناعي أصلا. طب يعني إيه داتا؟ الداتا هي أي معلومة بتتسجل، رقم، كلمة، صورة، صوت، حركة. اسمك عبارة عن داتا، درجتك، عدد الطلبات، حتى انت ضغطت لايك ولا لأ. داتا برضو. بس الداتا لوحدها ملهاش قيمة، زي ما يكون عندك شوية دقيق ومش عارف تعمل بيه ايه. وهنا بقى بيظهر دور الداتا اناليسيز. ده بياخد الداتا وينظفها ويرتبها ويفهمها ويقولك ايه اللي حصل وليه حصل. يعني بيحول الداتا من أرقام متلخبطة لمعلومات مفهومة. طب والداتا ساينس ده بقى بياخد نفس الداتا دي، بس بيطلع بيها خطوة لقدام. يعني مش بس بيفهم ايه اللي حصل، لا ده بيتوقع ايه اللي جاي كمان. بيستخدم الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج ونماذج تعلم الآلة، ويقول لك هيحصل ايه بعد كده وناخد قرار ازاي اذكى من كده.